حطيها ليلة قبل النوم والصبح هتنبهري بالنتيجة. بشرة زي الحليب بدون اي تجميل نهائي. عايزة اقولك بعد استخدامك للوصفة دي هتدعيلي. جربيها بس واستعمليها يوم واحد بس وشوفي بجد بياض بشرتك هيكون عامل ازاي. هتشوفي قد ايه سواد 20 سنة بيتزال معاكي. هتلاقي بشرتك بقت زي البيضة زي القشطة. هتلاقي بشرتك بقت زي الاطفال بالظبط. بياض ملفت ومن اول مرة بتشوفي نتيجة. حتى لو عندك سواد من سنين فاتت هيتزال. حتى لو الاسمرار عندك سواد زي الفحم. لو عندك اماكن داكنه في جسمك وفي الوجه. عندك تجاعيد كل ده بيتمحي تماما. والنتيجه بتاعتها من اول مره استعملها. يلا حلوين قبل ما نبدا يا ريت تدعموني بالضغط على زر اللايك وكمان تشتركوا في قناتي. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في التعليقات ويلا بينا على اول مكون. اول مقام معانا الطماطم فيها نسبة فيتامين سي عالية جدا بتساعد في تفتيح وتبييض اي منطقة فيها اسمرار او بقع داكنة. ده غير كمان مضادات الاكسدة الرهيبة اللي فيها. هبدأ اجيب الطماطمايه دي هنقسمها نصين. النص الاول هبدأ اعصره عصر ناعم جدا لحد ما اوصل لمية الطماطم بالشكل ده. النص التاني هبدأ احط عليه معلقة من النشا. هنبدأ نحط النص التاني ده على جنب دلوقتي. هبدأ اجيب النشا. النشا يا بنات هنا هتفتح هتبيض البشرة هتشد البشرة جدا فيها نسبة كولاجين عالية لبشرتنا. هنبدأ ناخد من النشا دي معيار معلقة صغيرة. وبعد كده هبدأ اضيفها على مية الطماطم. هنضيف كمان معانا القهوة مضادات اكسدة بتساعد في شد البشرة ازالة التجاعيد. بتساعد جدا في تفتيح البشرة تفتيح فوري. هبدأ اخد من القهوة معيار معلقة صغيرة وهبدأ اضيفها على باقي المكونات. هنبدأ نضيف هنا كمان الحنة البيضاء للناس اللي عايزة تفتيح فوري لبشرتها. الناس اللي عندها اسمرار شديد جدا وعايزة تتخلص منه تستخدمي الحنة البيضاء. مفعولها ونتيجتها خطيرة جدا هتجيب معاكي نتيجة من الاخر. هبدأ اخد من الحنة البيضاء معيار معلقة صغيرة وهبدأ اضيفها على باقي المكونات. هنبدأ بقى نقلب المكونات دي كويس جدا هتلاقيهم اندمجوا مع بعض وكونوا معايا كريم بالشكل اللي انت شايفاه. بعد ما بنوصل بالشكل ده هبدأ اضيف عليها جل الصبار للترطيب ولتغذية البشرة وكمان هيخلي فيه مرونة قوية جدا لبشرتنا. ده غير كمان بقى ان هو بيفتح ويبيض البشرة. ويفضل نستخدم جل الصبار الطبيعي بدل اللي من الصناعي دوت. هبدأ بقى احط من جل الصبار معيار معلقة وابدأ اخلط واقلب مكوناتي لحد ما يندمجوا تماما مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه. هنا الكريم جاهز هنبدأ نستخدمه. تعالوا بقى نشوف التريكات اللي هنبدأ نعملها علشان ناخد منها احسن نتيجة. اول حاجة بعد ما بقلب كويس جدا واوصل للكريم بالشكل ده هبدأ اغسل بشرتي وهبدأ ارجع تاني اجيب الطماطمايه اللي احنا حطيناها على جنب بالنشا. هرش عليها رشة سكر. وبعد كده هبدأ اعمل حركات دائرية لحد ما تشوفوا بشرتكم بتنور بالشكل ده. قشرت بشرتي خلاص وغسلتها هبدأ بقى انزل احط بالماسك. هنحط الماسك على بشرتنا وهنوزع بحركات دائرية وهبدأ اسيب الماسك ده على البشرة نص ساعة كاملة. بعد النص ساعة بتبدأي تفركي الماسك من على البشرة وتتفاجئي بالنتيجة. النتيجة خطيرة. ازالة جلد ميت ازالة اسمرار تسبغ اي اسمرار موجود على بشرتك هتلاقيه اتمحى تماما. الوصفة جبارة يا بنات ونتيجتها من اول مرة حرفيا بتشوفي نتيجة على طول. بعدين هبدأ برطب بشرتي بجل الصبار بنرطب بالكريم المرطب المناسب للبشرة. وبعد كده هتبدأي تستخدمي الوصفة دي من 3 ل 4 مرات في الاسبوع. الناس اصحاب البشرة الحساسة اللي بتحسسهم من الطماطم تقدري تحطي على جزء صغير من البشرة. لو لقيتي فيه احمرار ما تستخدميهاش. لو لقيتي ان مفيش اي حاجة تقدري تستخدمي الوصفة ومفيش اي مشكلة منها تماما. لايك للفيديو اشتراك في القناة ما تنسوش تعليقاتكم اللي بجد بتفرحني جدا ومع السلامة.